أهلا بكم يا شباب. مفيش حاجة مهمة جدًا، جدًا في الdesign أهم من الألوان والauto layout والtypography. طيب الauto layout إحنا شرحناها خلاص. طب الألوان، بُص يا باشا الألوان من الآخر كده هي عبارة عن الحياة اللي هي الحاجة نفسها. يعني الحيوانات على سبيل المثال مش كل الحيوانات بتعرف تشوف الألوان، ولكن البشر إلى حدٍ ما بيقدروا يشوفوا حوالي 80% من الألوان الطبيعية اللي ممكن تتشاف. طيب ودي نسبة ممتازة جدًا، جدًا، جدًا. طب هالاقي عندي أول نقطة محتاج إن إحنا نركّز عليها في الألوان، ألا وهي إيه؟ الألوان نفهم مع بعض كل لون بيعبّر عن إيه، وهنفهم يعني إيه color style وهنفهم كل التفاصيل دي مع بعضنا، وهنفهم يعني إيه تدرجات ألوان، وإزاي الألوان مهمة وبتضيف للعنصر بتاعك شيء جمالي أنت نَفْسك ما كنتش تتخيله. تخيل كده تصميم من غير ألوان هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى صعب جدًا، جدًا، هيبقى أبيض وأسود، draft من الآخر كده، وإحنا طبعًا مش بنعمل draft، إحنا بنعمل product متكامل، فبناءً على ده لازم الألوان تطلع حلوة. هنشوف مع بعض الألوان قصتها إيه. طيب أول حاجة هنركّز عليها ألا وهي تعريفات الألوان. اللون من الآخر كده زي ما قُلت لك هو من أهم العناصر اللي موجودة. طب أنا دلوقتي لو أنا عايز أشتغل على الألوان، هاشتغل عليها إزاي جوّه فيجما؟ مبدئيًا أول حاجة هنحتاج إن إحنا نركّز عليها هي الألوان نفسها ستايلها إيه جوّه فيجما، يعني بتشتغل إزاي جوّه فيجما من الآخر كده. طيب أول حاجة إحنا لمّا بنيجي نفتح فيجما وندوس مثلًا على أي عنصر أيًا كان هو إيه، سواء frame سواء مثلًا rectangle أيًا كان، بنبدأ أول حاجة بنشوف عندنا قايمة كده، القايمة دي اسمها fill وهنلاقي عندنا section color. هنلاقي عندنا أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده، عندك ال4 دواير دول اللي إحنا معلّمين عليهم، لو ضغطنا هنلاقي apply styles and variables. هندوس هنلاقي عندنا مبدئيًا كده اللونين دول اللي محطوطين في variable مثلًا على سبيل المثال، فلو دوسنا مثلًا على العنصر ده هيحوّل اللون ده معايا للrectangle ده. طيب لو أنا مثلًا على سبيل المثال دوست على ده بُص حوّل معايا اللون لإيه، حوّله معايا للون ده. يبقى هنا فهمت حاجة، إن الcolor style هو بيسهّل عليّا مش أكتر الشغل. يعني مثلًا بدل ما أعمل مثلًا 10 فريمات كل فريم أدوس عليه أعمل له لون، لأ يا باشا، الفريمات كلّها موجودة، العناصر موجودة، هو لون واحد بس اللي أنا باحطّه بstyle واحد. طب هل الstyles تمشي مع الfonts برضه؟ آه تمشي مع الfonts وهادّي لك plugin دي تمشي تقدر تعمل منها system أو design محترم يقدر يساعدك إنك تغيّر سواء في الtypography براحتك أو تغيّر في اللون براحتك، دي بقى حاجة للمحترفين بس. طيب برضه النقطة التانية اللي هي نقطة دي، إيه النقطة دي؟ النقطة دي أنت عندك أول حاجة كده لو أنت حابب مثلًا على سبيل المثال إن أنت تاخد اللون ده كده وتعمل له كده، عملت له إيه؟ عملت له إخفاء مش أكتر، كل اللي أنت عملته إن أنت شِلت اللون بس. طيب أنت في الحالة دي لو أنت مثلًا عاوز تعمل كده، هتدوس على عين تلغي اللون خالص، طب لو عايز كده هتعمل إيه؟ هترجعه تاني، طب لو دوست على الplus بيخلّيه بيتشال كلّه، طب لو أنت عاوز ترجع تضيف يا باشا كده، بُص بقى، عندي بقى هنا الwheel دي نفسها، الwheel دي أو الcolor wheel نفسها اللي هي عجلة الألوان بتاعة فيجما. التحديث ده اتضاف جديد، إيه الخط ده؟ عبارة عن إيه؟ بُص يا صديقي الخط ده بيساعدك إنك تعرف الفرق بين الدرجات الغامقة والدرجات الفاتحة، يعني هو زي حدود أو فاصلة هامش كده بين الألوان دي والألوان دي. طيب لو أنت نزلت تحت الخط ده، بُص هيبدأ يعمل لك إيه؟ اللي هي الألوان الشفافة، الألوان اللي مش متشافة أوي. طب لو طلّعت كده هيبدأ إيه اللي يحصل؟ سِبِت عند لون باين أهو هيعمل صح. طب دي عبارة عن إيه؟ العلامة اللي هي الشرطتين اللي جنب الA والA دي عبارة عن large text مثلًا أو normal text أو graphics مثلًا أو auto graphics دي برضه بتبقى مهمة جدًا، جدًا في الألوان. libraries دي لو أنت فتحت ال4 نقط هتلاقي هي نفس البتاع. طب لو دوست custom هتجيب لك اللي هي عجلة الألوان الطبيعية بتاعتك. طب هالاقي عندي برضه هنا نقطة للعلم برضه في gradient دي يعني إيه؟ يعني mix بين 2 color أو أكتر. وتقدر تتحكم منهم زي ما قُلت لك بالعجلة بتاعة الألوان. طب عندك دي يا باشا لو أنت عاوز مثلًا على سبيل المثال العلامة دي لو أنت لمّا بتدوس عليها هي اسمها pattern يعني إيه pattern؟ pattern يعني أنت بتعمل
mix أو شكل إن أنت بكل بساطة بتاخد كده مثلًا بتحوّل البتاع ده أو بتحوّل الframe بدل ما يبقى لون frame ثابت لأ، بتحوّله لشكل pattern. يعني إيه pattern يعني شكل مزخرف أو شكل زخرفي جميل. وهنلاقي إن الpattern برضه إحنا ممكن نشرحها في فيديو لوحدها، بس هو بكل اختصار شديد الpattern هي عبارة عن فالpattern هو باختصار حاجة اللي الناس متعودة إن هي تشوفها، أو بمعنى أصح الألوان أو الحاجة اللي الناس متعودة إن هي دايمًا تشوفها. بمعنى برضه إيه، يعني بُص هابسّطها يا دي يعني النيلة، عندك كده هبسطها لك. الألوان على سبيل المثال مثلًا تلاقي مثلًا أوكي، confirm، save هتلاقي لونهم أخضر، هتلاقي لونهم مثلًا عمرك ما تلاقي لونهم أحمر صعب أوي، تلاقي مثلًا disabled مثلًا اللي هو حاجة مش معمولة صح، فهتلاقي لونها رمادي، فهي بتبقى كده الpattern هي عبارة عن إيه، اللي هو ارتباطات الناس أو الارتباطات العاطفية للناس بالألوان معيّنة، يا رب أكون شرحتها كويس، بس اللي هو مقصود من الآخر كده اللي الناس متعوّدة عليه. فيسبوك أزرق، إنستجرام مثلًا هتلاقيه مثلًا gradient بس هتلاقيه هو mix بين مثلًا البنفسجي وmix مثلًا بين الpink، هتلاقي مثلًا spotify أخضر وأسود وهكذا. فما ينفعش إن أنت تغيّر في الحاجات دي، لإن دي مرتبطة بالbrand أكتر حاجة، يعني مرتبطة بالtrust ومرتبطة بشغل تسويق كتير أوي. فبالبلدي كده اللون مش بس ذوق، ده لأ، ده ليه pattern خاص بيه. يعني هنا إحنا بنقدر نربط بين الpattern وبين معاني الألوان وارتباطاتها، وإن كل لون ليه معنى. يعني مثلًا هتلاقي على سبيل المثال الأزرق ليه علاقة بالمشاركة، ليه علاقة بالأمان، هتلاقي الأخضر ليه علاقة مثلًا بالصحة، ليه علاقة مثلًا بالأكل الhealthy، فهتلاقي معظم مثلًا الحاجات الصحية أو الحاجات اللي بتقدم وجبات أكل صحية إلى حدٍ ما، وركّز في كلمة صحية دي لإن في أكلات سريعة. يعني حاجات بتدُل على الحركة والسرعة، فهتلاقي مثلًا طلبات مثلًا بالأورنج، هتلاقي مثلًا على سبيل المثال حاجات مثلًا بالأحمر، الأحمر ده يعني حماسي، فهتلاقي مثلًا في الgym هتلاقيه في الحاجات الرياضية، هتلاقي مثلًا الأصفر بيدُل على البهجة والسعادة، فهتلاقي مرتبط بالفخامة، هتلاقي عندك مثلًا اللون الرمادي مرتبط بالصلابة، وهتلاقيه مثلًا موجود أكتر في شركات العقارات، أو هتلاقيه موجود كتير جدًا في الحاجات اللي ليها علاقة بالحديد والصلب، الحاجات دي أو كل الألوان دي بتدل على ده، فهمت الفكرة؟ فهي ارتباطات الألوان مهمة برضه في الbrand عشان خاطر اللون بتاعك أو الحاجة بتاعتك أو الproduct بتاعك بشكل عام يبقى اللون بتاعه مناسب في المكان المناسب. طيب من آخر برضه أهم النُقط الممكنة ألا وهي الفرق بين الprimary color والsecondary color والnature color. بُص يا صديقي، الprimary color من الآخر كده هو عامل زي إيه، الprimary color هو الأساس، هو حرفيًا الأساس، بيمشي في المشروع كُلّه، هو موجود في كل حاجة في المشروع إلى حدٍ ما. الsecondary مساعد بيظهر أقل بس مهم، يعني لو لقيت الprimary color ممكن تلاقي معاه الsecondary color في نفس الpage عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة. طب يا باشا في عندك برضه لون زي الأكسنت مثلًا، ده بييجي فجأة، يعني ممكن مثلًا تلاقي حاجة تشد العين مثلًا، بس هو مش شرط إن هو يكون موجود في كل صفحة. natural color ده يا باشا اللي هي الألوان زي الرماديات أو الأبيض أو الحاجات اللي زي كده، وبرضه هو موجود مثلًا في حاجة زي الsuccess، الerror، الwarning، كل الألوان دي برضه مستخدمة. طيب لو عندي مواقع بتساعدني على ده، عندي مثلًا موقع زي colors OS مثلًا، ده بيساعدني إن أنا على سبيل المثال أقدر أعمل palette للألوان بتاعتي أو color hunt، وبصراحة ده أحسن حاجة أنا باستخدمها، أنا عن نفسي باحب أستخدمه جدًا. طب مثلًا لو أنا عايز أعمل تدرجات للألوان، ما هو لازم برضه تدرجات الألوان تكون محسوبة وتكون موزونة، فهل في موقع بيساعدني على ده وplugin بتساعدني على ده جوه Figma؟ الحقيقة هو في plugin وفي موقع، في الاتنين مع بعض. عندي color OS بس هتكتب جنبها gradients برضه، هو موجود برضه جواه gradients مهمة جدًا، وبصراحة دي من أحسن البدايل اللي موجودة. عندي برضه plugin اسمها match gradient دي برضه موجودة تقدر تساعدك إن أنت تعمل gradient محترم جوه Figma نفسها. طيب عندي برضه نقطة مهمة كمان اللي هو الshade، يعني إيه الshade؟ الshade دي مهمة جدًا بكل بساطة أنا الshades مهمة جدًا وما تقلش أهمية عن الgradient على فكرة، اللي هو بكل بساطة أنت حضرتك تقدر تعمل تدرج للون نفسه، يعني إيه تدرج؟ يعني مثلًا في لون أخضر صريح، لأ في درجة أخف منه اللي هو الأخضر النعناعي مثلًا.
في مثلًا الأخضر اللي هو الأكَف منّه كمان، فهتلاقي عندك الموقع ده جامد جدًا، جدًا، اسمه make tent sheds make tent sheds حاجة زي كده يعني، أنا مش فاكر اسم الموقع أوي، بس هو الموقع جميل جدًا، جدًا، بيقدر يساعدك إنّك تعمل تدرُّجات محترمة للألوان بتاعتك، ومش بس كده، لأ ده كمان بيدّي لك تدرُّجات الhex بتاعها نَفْسه بتاخده copy وبترميه جوّه Figma. طيب برضه في نقطة مهمة جدًا لازم أقول لك عليها، الcontrast ما ينفعش إن أنت تعمل لون غامق على لون غامق، لأ ما ينفعش، لازم الألوان نفسها تكون بتراعي لون الحاجة نفسها، وبرضه من ضمن برضه الحاجات المهمة جدًا، جدًا الinputs، الinputs يا جماعة أحسن حاجة تقدروا تعملوها هي الinput إن هو يكون باللون الرمادي أو بتدرجات اللون الرمادي، عشان يبقى الcontrast بتاع الكتابة نفسه واضح، يا إما رمادي غامق فيبقى الكتابة اللي عليه مثلًا أبيض، يا إما رمادي فاتح فتكون الكتابة اللي عليه لونها أسود. طب هل ممكن إن إحنا نعمل الinput بنفس الثيم بتاع الapplication؟ هو ممكن، بس ده في حالة لو أنت بتعمل أكتر من كذا theme. يعني في تحديث من تحديثات الArc Player كان في كذا scene أنت بتختاره، فبالتالي بيغيّر معاك لون الinput. لأ، الأفضل بقى إنك تعتزم بسياق واحد بس جوّه الألوان، بحيث إن أنت ما تشتتش العناصر بتاعتك. طيب دي كده بالنسبة للمواقع، طب هل في plugins بتساعدك على ده؟ في الحقيقة هي في plugins بتساعدك على ده، عندك مثلًا أول plugin وهي للcolor shade وهي اسمها نصًا كده color shade، هتكتبها تدخّل الhex بتاع الcolor هيطلّع لك تدرجات جامدة جدًا ليه، من الغامق للفاتح. طيب ده بالنسبة لأول plugin، بالنسبة بقى للplugin التاني اللي هي color style generator دي يا باشا بتقدر تساعدك إنك تعمل style كامل دي الcolors بتاعتك. طب ده بالنسبة للcolors، وأنا وعدتك في أول الفيديو إن أنا هادّي لك plugin، الplugin دي هتساعدك إنك تعمل style للاتنين مع بعض، فهتلاقي يا باشا إن أنت عندك في color style generator دي sorry يعني دي للcolors بس، لكن الplugin التانية اللي هي يا باشا material style دي بتساعدك إن أنت تقدر تعمل design system للfont أو للtypography بتاعتك وللcolors الاتنين مع بعض. أو material palette دي بتطلّع لك ألوان متوافقة برضه جدًا، جدًا، وبتساعدك جدًا إنك تعمل palette محترمة. طيب عندي برضه plugin تانية جامدة جدًا اسمها بيكا، هي كده اسمها نصًا كده مش حمو بيكا يا معلم. قرّب يو بيبي عايزين ألوان متناسقة وحلوة أوي مع بعضها. طيب دي كده إلى حدٍ ما كل الحاجات اللي ممكن نشرحها في الcolors. انتظروا الحلقة الجاية هتبقى جامدة جدًا، وإن شاء الله يا جماعة نشرح فيها حاجات أكبر وأكبر بكتير. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.